السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحب بمتابعين قناة دونجل. النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة كده مختلفة. اشتريت حمام جديد. طيب يا ترى انا اشتريت ايه؟ تتوقعوا ايه؟ واشتريته امتى؟ اشتريته وانا في معرض المراسلات، وصدقني انا ما جبتش مراسلات والله، انا جبت حاجة تانية جديدة مختلفة. خلينا نتفرج عليها مع بعض ونشوف. طبعا انا كنت عازلهم من ساعة ما جم، يعني هم بقى لهم 9 أو 10 أيام. واللهم بارك، يعني مستوى قوي وجميل. وخلينا يلا نتفرج عليهم. انا موقف طبعا كل يعني الذكر والنتايه لوحدهم، هو انا اشتريت قص واحد، هو غالي شويه بس مش مشكله، هقول لكم ليه يعني. اول حاجه دي النتايه زي ما انتم شايفين، مش عارف واضحه ليكم ولا لا. معلش سامحوني، مفيش مساعد النهارده معايا، الابطال بتوعي مش موجودين علشان نصور الحلقه، ولكن انا حبيت اصورها لكم النهارده. دي نتايه، ده اسمه بيوتي هومر او جيرمان بيوتي هومر، يعني معناه الحمامه الالمانيه الجميله. تمام. التوب ده او اللون ده بيتسوى ايه؟ بيتسمى كليزرد، يعني كليزرات. طب كليزرات ايه؟ كليزرات ستورك. شايفين؟ انا هبدا طبعا اعرضها لكم، هجيبها لكم وهي واقفه في العين، هي والذكر بتاعها. تمام. خلينا برضو اروح اجيب الذكر بتاعها. حمام عافي، ما كانش بيتمسك. بسم الله ما شاء الله، من الحمام اللي فيه صحة يعني، ولكن هو ايه؟ هو زينة. ادي الذكر اهو زي ما انتم شايفين. هنا اعتقد يعني ان الصورة هتكون اوضح. دي النتاية زي ما قلنا، التوب بتاعها اسمه كليزرد ستورك. تمام. عايزين نجيبها وهي ماشية عشان نفرجكم عليها. طبعا من مواصفاته ان هي بتكون رجله طويلة. تعالوا نبص كده عند الذكر اهو. طبعا زي ما قلنا هنا ان الذكر التوب بتاعه اسمه كليزرد غامق، وزي ما قلنا المواصفات بتاعت الهومر او البيوتي جيرمان هومر، بيكون العظم بتاعه مقبي، العينين في نص الراس، العين بتكون في نص الراس افقي وراسي. تمام. الرجلين بتكون طبعا طويل، الديل مع الجناح ما بيكونش فرق ما بينهم طويل قوي، بيكون اقصى حاجة 2 سنتي او 2 سنتي ونص حد اقصى. طبعا كل ما نزل او قصر طبعا بقى الموضوع احسن والمستوى اقوى. تمام. الظهر بتاعه عامل زي
المركب، لو بصينا على الظهر هتحس ان هي عامله زي المركب، هتلاقيها نازله وتحت، يعني نازله وطالعه لتحت. تمام، وانت بتشوف المركب من تحت جايه كانها قوس، نازل 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 وبعدين طالع لفوق. تمام. طيب ايه تاني؟ بيبقى شكله ضخم، مش ضخم قوي يعني، بس حجمه كبير، يعني جامبو. وقفته تحس ان هي وقفة بطل رياضي كده، فيها شموخ، حاجة بسم الله ما شاء الله. اتمنى كل اللي بيتفرج علينا يصلي على النبي ويقول بسم الله ما شاء الله ويشكر الله. ما تنسوناش دايما من الشير واللايك والكومنت، واي حد عنده استفسارات بخصوص البيوتي جيرمان هومر او عموما يعني في الحمام، يقدر يسيب استفساره في التعليقات واحنا نرد عليه باذن الله. تمام. احنا هنا كلنا بنتعلم في الباب ده، لان ده باب جديد. لازم تتعلم تربيه وتفركه على ايدك وتتفرج على مستوياته، لان هو المستوى اللي بيتكلم، وهو اللي هيخليك تتعلم في الفصيل ده، وانك تنزل وتشارك في المعارض، وانك تطور دايما. ودايما يعني بيقولوا ان كل سنة بيظهر لون جديد وبيعتمد، فده شيء حلو جدا. كمان البيوتي جيرمان هومر لازم تدي حاجة قوية لحاجة قوية، لانها تفرق حاجات قوية قوي. تمام. لان المعروف الهومر ان هو يا اما يفرق اعلى منه، يا اما يفرق اقل منه، يا اما يفرق حاجة ضعيفة. فانت دايما لما تيجي تفرق ادي حاجة قوية لحاجة قوية عشان تفرق قوية. تمام. اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. شكرا ليكم جدا يا جماعة.